اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة قلنا هنعمل مع بعض الفطير بالكاستر بطريقة جميلة من غير عجن ومن غير دقيق ومن غير اي حاجة. هنعملوه بطريقة بسيطة وسهلة اللي هي بالجلاش. يلا بينا نشوف المقادير. معانا لفة من الجلاش، ومعانا كوباية من اللبن. حطينا فيها السكر ده براحتك، وحطينا معلقتين من النشا، ودوبناهم في اللبن وحطيناهم لغاية ما قوام المهلبية بتاعنا بقى مناسب. طفيت عليه وركنتها على جنب، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الجلاش. هاخد ورقة من الجلاش وادهنها كلها سمنة، واقسمها نصين، اتنيها واحط على النص التاني بتاعها برضو السمنة، وابتدي ان انا احط لها معلقتين من الكريمة اللي انا عاملاها او المهلبية او الكاستر. وبعد كده بجيب ورقة تانية من الجلاش وبرضو بدهنها من السمنة، وبعد كده ببتدي اجيب ورقة الجلاش اللي محطوط عليها الكريمة بتاعتنا وبحطها في النص، وببتدي اقفلها من الجناب واعملها مربع مقفول. وبعد كده ببتدي ان انا اقفل عليها الورقة بتاعت الجلاش، الورقة اللي من بره، علشان اقفلها كلها من الجناب، علشان الكريمة وهي على النار ما تخرجش من اي جنب. فكل جنب من اللي انا بقفله انا بحط له سمنة علشان تورق معي لغاية ما بتوصل للشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده في صينية على النار او في فرن، لو انت حابة الفرن بتشغلي الفرن والشواية وتحطي المقدار بتاعك كله. انا هنا هعملها على البوتاجاز من فوق. هجيب صينية واحط فيها معلقة من السمنة وابتدي ارص الفطير معايا واحدة واحدة كده، وهو مش بيغيب معايا على النار، هو بياخد حوالي دقيقة او نص على كل جنب من الفطير. وبعد كده بكون محضرة كوباية من اللبن ومحلياها بالسكر، علشان لما الفطير يستوي معايا تمام ابتدي ان انا احط عليه لبن وهو على النار، علشان يبقى طري جدا زي بتاع الافران اللي انتي بتشتريه. دلوقتي كده الفطير معايا استوى، هبتدي ان انا احط له اللبن، وبعدين الاربع فطاير دول اخدوا نص كوبايه من اللبن، ما تزوديش اللبن كتير. تمام. وبتسيبيها ان هي تتشرب كده على النار، وبعد كده بتخرجيها وبتحطيها في الطبق بتاعك. ولو انت حابه ان انت تحطي لها عسل بتحطي لها، حابه ان انت ترشي لها سكر بودره بترشي. ممكن تسيبيها كده بالسكر اللي في المهلبيه والسكر اللي في اللبن، فمخلي الفطيرة طعمها حلو والسكر بتاعها معقول. فالسكر ده بحريتك، يعني تقدري ترشي سكر او تحطي عليها عسل. بعد كده انا اخدت واحدة علشان افتحها لك وتشوفي ان هي مورقة من جوه، وتشوفي الكريمة او الكاستر فيها عامل ازاي، مديها طعم جميل جدا ومورقة زي ما انت شايفة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.